السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض تدريبات سلاح التلميذ صفحة 194 و 195. سلاح التلميذ دراسات سنة رابعة، صفحة 194 و 195، الاختبار الثالث والرابع. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك لاحظ الخريطة التي أمامك ثم أجب. محافظة ولد بها طلعت حرب، هتقول له محافظة القاهرة. صواب أو خطأ، يعني صح أو خطأ. بتنتشر صناعة السلال والأطباق الملونة من الخوص في المنطقة رقم 2، هتقول له صح اللي هي النوبة في أسوان. طيب البحر إيه رقم 3؟ ده البحر الأحمر. يلا يا حبايبي السؤال الثاني، أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات. الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت من الخدمات إيه؟ هتقول له الخدمات الإلكترونية. لما تحب تستعلم عن مخالفة هتستعلم عنها مخالفات المرور في موقع الخدمات الإلكترونية. أسس محمد طلعت حرب باشا بنك مصر توفير سيارات الإسعاف من الخدمات الصحية. صح أو خطأ؟ لقب الدكتور طه حسين بأبو الاقتصاد المصري. لقب الدكتور طه حسين بأبو الاقتصاد المصري، هتقول له خطأ لأن اللي لقب بأبو الاقتصاد المصري طلعت حرب باشا يا شباب، إنما الدكتور طه حسين لقب عميد الأدب العربي. تتركز صناعة الزجاج بقرية الجراح بمحافظة المنوفية، هتقول له خطأ، ده في محافظة الدقهلية. يمكنك فتح حساب توفير في مكتب البريد المصري، هتقول له صح. اختر الإجابة الصحيحة. توفير الدولة خط نجدة الطفل رقم 160,000، ده بيعد من حقوق الطفل فيه، هتقول له الحماية. الحرفة التراثية اللي بيوجد شارع في محافظة القاهرة باسمه هي الخيامية. تعمل الدولة على حماية المواطنين من الأمراض المزمنة، لذا أطلقت مبادرة 100 مليون صحة. التطعيم اللي بيحصل عليه التلاميذ في المدرسة بيعد من الخدمات الصحية. لاحظ الصورة ثم أجب. ما المادة التي تعتمد عليها الصناعة الموضحة في الصورة المقابلة؟ هتقول له الطين. اكتب خطوات صناعة الفخار، هتقول له بيقوم الصانع بتشكيل الطين، بعد ذلك بيتركه ليبرد وينشف ثم يضعه في الفرن ليجف. يبقى تاني الخطوات، يبقى يقوم الصانع بتشكيل الطين وبعد كده بيتركه يبرد ويجف ثم يحطه في الفرن ثم يضعه في الفرن لينشف او يجف. حنا صفحة 194 يا حبايبي، ننتقل لصفحة 195. الاختبار الرابع، لاحظ الخريطة. اول حاجة ده نهر النيل، تاني حاجة ده خليج السويس، تالت حاجة دي محافظة اسوان اهي. السؤال الثاني، يكمل العبارات التالية بمناسبة من كلمات. تتضمن اتفاقية حقوق الطفل على ان لكل طفل الحق في الحماية والمشاركة والرعاية. دعاية ايه؟ والرعاية. سجل الدكتور طه حسين سيرته الذاتية في كتاب الأيام. إنفاق النقود لشراء الحاجات والرغبات بيشير إلى مفهوم الاستهلاك. التزامك بالقواعد والقوانين يعد من واجباتك. صح وخطأ. تعمل الحرف التراثية على دعم السياحة. صح. شراء والدك الطعام للأسرة بيعد من الرغبات، هتقول له خطأ، ده من الحاجات. الأكل والشرب والمسكن والتعليم ده كلها حاجات أساسية يا شباب. تراقب الدولة النشاط الصناعي بسبب تأثيره السلبي على البيئة. صح. اختر الإجابة الصحيحة. التحاق الطفل بالمدرسة ده بيعد من حقوقه في التعليم. إنشاء مجمع للعيادات الطبية في منطقتك السكنية، طالما قال لك مجمع في عيادات طبية يبقى ده اسمه إيه؟ خدمات طب صحية. أحد جهود الدولة لإحياء الحرف التراثية، تقول له تدريب العمال. يلا يا حبايبي قارن بين الحاجات والرغبات من حيث التعريف. اولا الحاجات دي اشياء يجب ان تحصل عليها لتعيش، يبقى دي اشياء يجب ان تحصل عليها لايه؟ لتعيش. انما الرغبات دي الاشياء التي سيكون من الجيد الحصول عليها ولكنك تستطيع العيش بدونها. يبقى الاشياء الرغبات هي الاشياء التي سيكون من الجيد الحصول عليها ولكنك تستطيع العيش بدونها. يبقى الرغبات الاشياء التي سيكون من الجيد الحصول عليها ولكنك تستطيع العيش بدونها. كده حبايبي ونكون وصلنا لنهاية الفيديو. حلنا الاختبار الثالث والرابع من كتاب سلاح التلميذ مادة الدراسات الاجتماعية الصف الرابع، صفحة 194 195. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. مع السلامة.